أبو سدرة سيد محمد بوسدرة. طيب نعم سيد محمد بوسدرة تحدث عن وأد الفتن وتحدث عن أن تغليب لغة العقل، وفي ذات الوقت يقول بأنه لا يمكن أن يسلم الثوار سلاحهم. أليست هذه فتنة؟ عن أي ثوار تتحدث يا سيدي يا أبو سدرة؟ الثورة انتهت والثوار عادوا إلى بيوتهم، الثوار الحقيقيين عادوا إلى بيوتهم، عادوا إلى العمل وبناء ليبيا. عن أي ثوار تتحدث ولم يسلموا سلاحهم؟ أليست هذه دعوة إلى حمل السلاح في وجه الدولة وتتحدث عن الفتن؟ اتق الله في ليبيا وأنت عضو بالمؤتمر الوطني العام. ما حدث اليوم ما زلت تصر على أن البابي أظلم، وإن كان البابي أظلم، وإن تحرشوا الصاعقة بأنصار الشريعة. أنصار الشريعة لا شريعة لهم ولا شرعية لهم. هؤلاء كلها ألم يستمع إلى تصريحات أحد مسؤوليهم والمدعو محمود البرعصي ماذا قال قبل قليل على أحد قناة سيدي الحار؟ قال بالحرف الواحد يا أخي طه: كفار أنتم وسنوقاتكم. هم لا يعترفون فقط بالمؤتمر الوطني العام والحكومة، بل هم يكفرونهم. الآن عرفنا من هو المسؤول عن اختيار الضباط، وعرفنا المسؤول عن اختيار الناشطين السياسيين والحقوقيين وخطباء المساجد الوسطيين. يا إخوان يجب أن نعترف إرهاب القاعدة في ليبيا الآن، يجب أن تعترفوا بهذه الآن. إرهاب القاعدة في ليبيا، ولن نبني دولة بعقلية أبو سدرة ومن معه من أنصار الشريعة. لا يمكن لنا بناء هذه الدولة، لا يمكن إطلاقا. طيب سيد محمود، في خطابك يا سيد محمود المصراتي، أليس ما يتحدث عنه السيد محمد بوسدرة من ناحية أو من طرف أو من وجه الحوار ليس كلاما محمودا الكل يرحب به الآن؟ يا سيد طه، الرجل دس لك السم في العسل يا أخي طه، الرجل دس لك السم في العسل. قال يجب أن لا تكون هناك فتنة، وفي ذات الوقت أي ثوار يسلموا سلاحهم. فاتك القطار يا أبو سدرة أنت والثوار. الثورة انتهت والثوار الحقيقيين عادوا إلى بيوتهم. عد إلى رشدك يا رجل. اتقوا الله في ليبيا، اتقوا الله في أبنائنا وزوجاتنا ونسائنا، اتقوا الله يا إخوان ودعوا الخبز لخبازة. طيب. ما وظيفة أنصار الشريعة أن تحمي بوابات؟ أليس هناك جيش مدرب الآن؟ السائقة التي وقفت مع بغدادي الآن تستنكرون لها. اتقوا الله يا أخي، اتقوا الله. يا سيد محمود ابقى معي على الهاتف. السيد محمد بوسدرة له حق الرد. أنهى المكالمة. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد محمود المصراتي، ولكن تفضل سيد محمد لك حق الرد. ما أقول أولا أقول حسبي الله ونعم الوكيل. صدقني لو كان هناك إمكانية لتسليم السلاح لسلم السلاح، ولو كان هناك إمكانية لاستلمه رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر والدولة أنفسهم يعرفون أن الوقت ليس الآن لسحب السلاح، ولكن الوقت الآن لدمج الثوار. الآن العمل كله باتجاه دمج الثوار، فإذا اندمج الثوار ونرجو أن يكون ذلك قريبا ساعتها سيندمج الثوار ويؤول سلاحهم للدولة. المشكلة ولكن الجهة الدعوية، الجهة التي بالفعل تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى الإسلام الحق، الإسلام الوسطي، وأنت تعلم ونحن نعلم جيدا ما الإسلام الوسطي وما الدعوة إلى الله تعالى، تأخذ على عاتقها أيضا أن تكون جهة سلمية حقيقية. لا أن تحمل السلاح من جهة وأن تدعو إلى الله من جهة أخرى.